إذا كنتوا تحبوا الضحك والمغامرات والمواقف المجنونة فأنتوا في المكان الصح. يلا نبدأ الحلقة. يلا أصحوا. أعوذ بالله، نومكم تقيل. يلا خلونا نشتري أغراض المدرسة قبل الزحمة. إيش دي الريحة؟ الله يقرفكم. وربي قرف، مين عملتها في السيارة يا بنات؟ الريحة تكتم. بالعكس، الريحة تونس يا بلو، دي ريحة زيت البصل والثوم. أمس وإنتم نايمين نسيتوا تزيتوا لي شعري وكمان ما جبتوا لي زيت، عشان كده أنا رحت المطبخ تبع بيتكم يا نسايم وكشنت البصل والثوم في الزيت وحطيت الزيت على شعري. على فكرة يا بنات، دي الخلطة تقوي بصيلات الشعر، أنصحكم فيها. الله يعين الزباين على ريحة شعرك الخايسة يا البندري، ريحة شعرك مرة فواحة. بنات اسمعوني، ايش رايكم انا ونسايم ورهاف وهالة نشتري مع بعض، والبندري تشتري لوحدها عشان تاخذ راحتها وتشتري كل اللي على ذوقها. يعجبني الشخص اللي يفكر فيني ويفهمني. ايوه انا ابى اختار على رواق. يلا باي، رايحة اشوف لي ايش اشتري لي من اغراض. ايش رايكم يا بنات فيني وانا مصرفتها؟ المشكلة يا وعد ان ماما موصيتني عليها وقالت لي لازم احسس البندري بالسعادة عشان ما تحس انها وحيدة، وربي انها ما تستاهل كل ده الدلال. انتي عارفة يا نسايم البندري طماعة، الحين اكيد حتشتري كل الاشياء الغالية، وده هو نفس اللي قاهرني ومخوفني. 1 hour later. واو، كل شنطة تقول الزين عندي. يا ترى ايش اختار؟ اعتقد دي عجبتني. كم سعرها؟ ايش؟ 150؟ لا انا بندورة بنت المديرة، استحالة اخد حاجة ب150. انا لازم اشتري اغلى شنطة في دي المكتبة. فين المسؤول عن الشنط؟ لو سمحت يا محمد تعال هنا. نعم يا بنت. أبا أغلى شنطة في دي المكتبة. أغلى شنطة؟ لحظة، أنا حتأكد الحين من المدير. ألو مدير، هذا بنت يقول يبغى أغلى شنطة في المكتبة. إيش في هذا الكلام؟ شنطة ماركة غوتشي؟ طيب يلا باي. هذا مدير يقول شنطة غوتشي ب50,000. ها تبغى؟ ايوه اباها. في النهاية راس الطماطم صاحبة افخم قصر هي اللي راح تدفع قيمتها. وايش كمان تبغي؟ يا ليت اذا في عندكم اقلام ودفاتر من نفس الماركة حكون ممنونة ليك. ابا كل حاجة من ماركة غوتشي. ايوه في، تعالي معايا يا اميرة، هذا بنت فلوس كتير، يلا تعالي. أنا مرة جيعانة يا نسايم، أبى أتغدى. الساعة الحين 2 والبندري لساها ما خلصت أغراضها. وأنا كمان جيعانة مثلك يا وعد، ولكن احتمال البندري ضايعة أو قاعدة تدور علينا الحين. اسمعوا، انتم خليكم هنا عند العربية وأنا رايحة أتفقدها. وأخيرا لقيتك يا البندري، إن شاء الله إنك خلصتي أغراضك، لأني أنا والبنات مرة جيعانين ونبى نروح المطعم عشان نتغدى. تقريبا خلصت، بس باقي اشتري ألوان لأني مرة أحب الرسم في أوقات الفراغ. خلاص يا البندري روحي وأنا حقعد عند أغراضك. فين هذا بنت صاحب هذه عربية؟ البندري راحت تجيب لها علبة ألوان. أوه يا ربي، أنا الحين مرة مشغول لأن في زباين كتير في المكتبة. اسمع مزبوط يا بنت، هذا صديق انت يقول أنا يجيب أسعار كل المشتريات. الشنطة سعرها 50,000 والقلم سعره 20,000 والدفتر تبع الملاحظات سعره 30,000.
كله على بعضه 100,000. إيش قلت لي 100,000؟ وربي لا تعلقني ماما في المروحة عنها ما درست ولا تعلمت البندري، وربي أبوها وأمها ما رح يشتروا لها بدا السعر. وبعدين ليه كده أسعار الشنط؟ أكيد في خطأ في الموضوع. لا يا بنت، ما في خطأ، هذا شنطة ودفتر وقلم ماركة غوتشي. انت يعرف ايش يعني غوتشي؟ لا أنا لازم أتصل الحين على ماما وأعلمها بكل حاجة. ألو ماما البندري لحد الحين معبية العربية تبعها ومشترياتها ب100,000 يا ماما. ايش قلتي 100,000؟ تبي ابوك يطلقني يا نسايم؟ اسمع يا نسايم، هي 1000 ريال اللي راح تشتري لها فيها مشتريات المدرسة، اكتر من كده لا يا نسايم. حاضر يا ماما، يلا مع السلامة. إيش بك تأخرتي علينا يا نسايم؟ جيتي في وقتك يا وهد. بنات دي المجنونة البندري مشترياتها لحد الحين ب100,000. إيش؟ مو وقت تتفاجئوا معايا يا بنات. أنا الحين أبى مساعدتكم، أباكم تجيبوا لي نفس شكل مشترياتها ولكن بأسعار معقولة. وكيف حنلاقي نفس شكل الشنطة تبعها يا نسايم؟ انت عارفة ان شنطتها غوتشي. ما أدري، تصرفوا. وليش طلبت أنا مثلا مساعدتكم؟ كنت بنفسي ورحت أنا اللي دورت على أي شنطة تشبهها. بسرعة يا بنات، أنا طالبة منكم دي الخدمة بس. لا يا بنات، أنا ما أكل كبسة، أنا أبغى أكل ستيك. ما أحد ضربك على يدك يا البندري وقال لك تاكلي معانا كبسة. خلاص بعد ما نخلص ناكل الكبسة حنروح مع بعض على مطعم مختص بالستيكات ونشتري لك ستيك. أمرنا لله. 1 hour later. الحمد لله على سلامتك يا أبلة فوزية. ايش؟ انتي مرسل الحين السواق تبعكم عشان ياخذ بنتك البندري؟ طيب يا حبيبتي، حكلمها الحين تجهز نفسها. يلا مع السلامة. بندورتي الجميلة، اكيد عرفتي ان انا قاعد الحين اكلم مامتك تقول السواق الحين جاي في الطريق يا حبيبتي، لا تنسي تاخذي معاكي مشترياتك تبع المدرسة. نفسي أشوف ردة فعلها وهي قاعدة تفتح الأكياس. لا، خدعوني، أنا اتخدعت يا ماما، وربي لوريكم يا نسايب أنت وصحباتك. لحظة، أتمنى عجبتكم الحلقة. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مقاطعي أول بأول.